جاتش اليومين اللي فاتوا دول. اصل هي طفشانه بقالها شهور. انت بتسأل عليها ليه؟ طب ما تعرفش اختها فين؟ فتون غطسانه بقالها يومين ثلاثه. قول لي بس انت عايز ايه وانا اريحك. ريحني ايه بس؟ هو انت هتعدي على الناس بالليل تسألهم انت عمها ولا مش عمها؟ ايوه يا ماما، هخبط على الناس بالليل عشان انا مش فاضي غير بالليل. خلاص يا ستي، ما انا تحت امرك انت وشاهين بيه ومرات شاهين بيه. الموضوع اختلف. صحيح هي بنت غلبانه ومسكينه واحنا بنعطف عليها، بس برضه ما ينفعش نحبها ولا نفكر نتجوزها. انا ما انكرش اني معجب بيها يعني. لا لا يا طارق، من دلوقتي بقول لك لا. بس عارف يا صلاح، لما شفت طارق بتاع المنيا ده وهو هيتجنن على ابنه اللي ضاع منه، افتكرت حالتي لما سرقتني وهربت. الحمد لله يا اخويا انك انت ما جبتش منها عيال. غارت. بس هو وجعه اكتر مني يا صلاح. ايوه، اي حاجه هتفتكريها يعني هتسهل الموضوع. يعني مثلا عندك ولد ولا بنت؟ هو انا انتوا عملتوا فيا ايه؟ حرام عليكم، انا عايزه امشي من هنا. بس قال لي بكره ايديا هتنشف وابقى راجل. طب خلاص بقى يا علو، انت هتعيط ولا ايه؟ اعيط؟ عينيا لو دمعت هغزقهم. بس انا هفضل الكبير وبكسب قده 100 مره. ايوه بس انا فلوسي حلال يا مختار. اخلص قطع لسانك. انت اتجننت يالا؟ وانا بتاجر في المخدرات ولا بسرح نسوان؟ بتشرب خمره وبتعرف ستات وبترسم لوحات وكل ده حرام. ده انا عايزه اعيش عمري كله وانت تؤمر وانا انفذ. اوعى تكدبي عليا يا لو. وانا ايه اللي يخليني اكذب؟ يعني مفيش حاجه تستاهل تخليكي تكدبي؟ لا طبعا. ادي يا ستي الشركة، احنا كده وصلنا. هي دي؟ اتفضلي. الله، انت هنا اهو. بتعمل ايه في ورقه يا ولد؟ صباح الخير يا مستر مراد. داليا ده سعد السكرتير بتاعي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مستر داليا، منوره يا فندم. شكرا. مختار فين امال؟ والله يا فندم لسه ما وصلش. طيب هاتوا لي انا قهوه وهاتوا لداليا عصير برتقال. اوكي حاضر. لا انا عايزه شاي بلبن. شاي بلبن؟ حاضر. ايوه. انت فين يا مختار؟ انت لسه نايم؟ لسه نايم. الساعة كام؟ الساعة 12 الظهر يا حلو. خلصت الماركتنج بلان؟ خلصتها. سبتها لك مع سعد امبارح. يعني انت مش جاي الشركة ولا ايه؟ هاجي الشركة ليه بقى؟ عندنا شغل يا بني ادم. عارفة انك تبقي زي القمر اول ما تصحي؟ بتكلم مين؟ مين شكله زي القمر؟ لا مش انت. رايحة فين؟ هعمل نسكافيه. نسكافيه؟ هات النسكافيه وتعالى يا حلو. وما تنساش ميعاد الساعة 9 ميعاد الحفلة. لا مش فاكر انهي حفلة. حفلة سيادة الوزير يا بني آدم. ماشي. لا سلام. مختار ده ابني التالت اللي انا ما خلفتوش. تالت؟
هو انت عندك ولاد؟ اه، انا عندي ولدين فعلا. ده سامح متجوز وعايش في كندا ومخلف بنت. بسم الله ما شاء الله. وده هاني متجوز وفي المانيا وعنده ولدين. ما شاء الله، عيله حلوه. يعني انت جده على كده؟ وما بشوفهمش بقالي 3 سنين، تخيلي. ليه بس؟ زي ما انت شايفه انا مشغول طول الوقت، وهم كل واحد ملهي في حياته. معلش. تعالى يا سعد. ده الملف الخاص بخطة التسويق. سابوا لك امبارح مستر مختار قبل ما يمشي. طيب انا برضو كنت طلبت الملف بتاع تراخيص ارض العين السخنه، جهزته ولا نسيته؟ انا اسف يا فندم، اصل بصراحه بعد ما ايمان ما مشيت وسابت الشغل يا فندم بقيت مش ملاحق يا فندم، بقى لها شهر وانا خلاص يا سعد، خلاص روح خلص الملف. خلاص عن اذنك. طب ما انا استلم هنا وابقى السكرتيره واساعد سعد. وانت هتقدري؟ اقدر. ما اقدرش ليه؟ اقدر. بس انا مش عارف حتى انت خريجه ايه، اشتغلتي قبل كده ولا لا؟ انا كمان يعني مش فاكره حاجه ولا اعرف انا اصلا اعرف ايه بالظبط، بس اجرب ويمكن يعني. طب بصي، انا موافق بجد. بكره هتيجي معايا حفله، وهيبقى ده اول ظهور رسمي ليكي كسكرتيره خاصه ليا. ايه رايك؟ حفله؟ بس انا ما عنديش يعني لبس يليق على حفله وكده. انا ما عنديش غير الكام حاجه اللي انت يعني مشكور جبتهم لي. بسيطه جدا. احنا هنشرب قهوه وهننزل نجيب احلى لبس يليق بالشغل الجديد. ايه رايك؟ ماشي، موافقه. متشكره قوي. تمام. حلو رسوماتك. مش احلى منك. مش هتقولي بقى ايه موضوع الحفله اللي انت كنت ناسي تروحها دي؟ حفله عاملها الوزير شفيق جمل، ومراد مصمم ان انا اروح. مراد ده صاحب الشركه؟ بس انا يعني مش بشتغل عنده، هو صاحبي. ده صغير بقى. لا، هو كان صاحب والدي الله يرحمه، وزي ما تقولي كده بناي. طيب مش هتقولي بقى ايه حكايه المكان الغريب اللي انت عايش فيه ده؟ المكان ده حكايته حلوه. كنت معدي من جنب الارض دي، عجبتني جدا، فاقنعت صاحبها ان هو يبيعها لي. ومن ساعتها بقى وانا كل شويه ابني حته من البيت، اوضه اوضتين كده يعني، لغايه لما بقى زي ما انت شايفه كده، على امل ان انا اجيب امي واخويا. بس طبعا مش كل حاجه نفسك فيها بتعرف تحققها. وايه اللي منعك؟ ما تجيبهم يعيشوا معاك. لا، موضوع يطول شرحه. الساعه كام؟ انا لازم انزل كمان ساعه. انا بقول نستثمر الساعه دي في ان انا وانتي نتعرف على بعض اكتر شويه. لا، اخاف. تخافي؟ ما انتي ما خفتيش امبارح يعني. اصل بصراحه انت غير اي حد انا عرفته قبل كده. انت بجد مختلف. ما الناس كلها مختلفه. انا مختلف ازاي يعني؟ اقول لك. مين بقى اللي انت رايح معاه النهارده الحفله؟ واحده مختلفه خالص عنك. عرفتي منين ان انا رايح الحفله مع حد اصلا؟ وانت لو رايح لوحدك اكيد هتقولي تعالي معايا. احتمال، بس مش اكيد.
اسمها ايه؟ نجوى. اه والله. اوصفها لي. مختلفة عنك تماما. شفت بقى؟ ضيعتي 10 دقايق، فاضل 50 دقيقة، ولغاية دلوقتي أنا وأنتي أسامي بس. انت بتضحكني. طب أعمل إيه؟ أعيط؟ اهلا 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 معالي الوزير. هنا بقى تقول لي يا شفيق وبس. خلاص يا شفيق، انت هنا في بيتي وده حفله خاصه. ماشي يا شفيق. هقدم لك داليا سكرتيرتي الجديده. اهلا اهلا يا داليا. مساء الخير. نورت. اتفضل. اتفضل كده. خلاص بصي. Where are you from? From Ukraine. Ukraine? Yes. It's nice. Hi. مين اللي مع مراد؟ ما تقولش لو شوية. داليا. Ambassador, good evening. Good evening. How are you? I'm fine. How are you? Long time no see. Yeah, Irene, you look great. مش سهل مراد بجد. Happy to see you here, Mr. Murad. You too. This is Dalia, my new assistant. Oh, pleasure to meet you. Good evening. Hi. فاكرة لما كنت بقولك إني بدور على وش علشان أرسمه؟ اشمعنى؟ أنا داليا دي من ساعة ما شفتها وشها مجنني. كان المفروض اتضايق عشان المفروض تقول لي انا كده. ليه يا بنتي؟ ما مش رسمتك خلاص؟ بس ما انت رسمت جسمي ما رسمتش وشي. هو الجسم مش مهم. طبعا ما يكون وشها بس اللي عندي. Your new assistant is pretty. You know what they say?
Beautiful women brings good luck. You know that, don't you? Thank you for the compliment. Excuses. اتفضلي. الانجليزي بتاعك غريب شويه صح؟ هو انا قلت حاجه غلط؟ لا ما قلتيش حاجه غلط، بس عايزين نتفق على حاجه. ما دام هتشتغلي معايا لازم نظبط حكايه الانجليزي دي. ماله الانجليزي؟ انا حاسه ان انا بتكلم كويس. مش حاجه، بس عايزين نظبط الموضوع اكتر من كده. ماشي. طيب تقدري تاخدي كورسات مكثفه؟ هاي طاهر اهو. ازيك؟ تعالي نجوى، عامله ايه؟ هاي. هاي. تمام؟ عامله ايه؟ كويسة. كويسه؟ ايه اخبار؟ ايه اللي حصل؟ قصة شعري. لا، في حاجة كمان. لا هو شعري بس. ولا حاجة. زي القمر. احنا مش هنشرب حاجه ولا ايه؟ نشرب طبعا. ايه طيب؟ في كل حاجة. هجيب لك ويسكي؟ يا ريت. شرب ويسكي؟ شرب ايه؟ سفن. سفن؟ سفن. حاضر. اتفضلي. دقيقة والدرينكس جاي. طيب. Thank you, Yasmin, for all the efforts you've been doing throughout the period. Please don't mention it. It's been my great pleasure working with you. Anyway, tell me, so how long have you been speaking the language? How long? Actually, as you know, I still can't remember anything about my past. I understand. But it seems I've been speaking this long time ago. All right. طبعا الفضل يرجع لك. يا سلام. ايه التطور الرهيب ده؟ ياسمين ازيك؟ Hi, how are you? I'm fine. How's your student? Oh, she's brilliant. بجد هايلة. Great. I'm proud of her. Yes, we all are. طبعا ما كنتش هعرف الكلام ده من غير ياسمين. أبداً. على فكرة أنا بقالي سنين ما شفتش حد عنده قدرة الاستيعاب اللي عندك. ميرسي. Anyway, we're done for today. Thank you, Dalia. So we'll chit-chat later on and I'll excuse myself. All right. Thank you, Yasmin. Thank you, Yasmin. Thank you. Bye. عجبتك؟ عجبتيني؟ جدا جدا جدا. ميرسي. على فكرة أنا مسافر باريس بعد كام يوم كده. أجي معاك. بصي والله أنا فكرت آخدك معايا بس فجأة افتكرت أنتي لا عندك لا باسبور ولا حتى بطاقة. ازاي نسيت المصيبة اللي أنا فيها؟ أنا ما كانش قصدي أزعلك. لا أنا ما زعلتش. أنا بس افتكرت. افتكرت إيه؟ افتكرت إني تايهة بين دنيتين. اللي فات ومش فاكراه ومش عارفة أوصله. واللي أنا فيه دلوقتي وبرضه مش عارفة أعيشه. لا أنتي مش لازم تفكري بالطريقة دي خالص. أنا مراد الجرحي أقدر أعمل حاجات كتيرة جدا. يلا قومي جاهزة عشان نروح للشركة. يلا. كده يبقى اتفقنا ومش فاضل غير إمضة مراد بيه. زمان وصل. هو أنا ممكن أسألك سؤال؟ ممكن طبعا. هو أنت مرتبط؟ يعني ايه؟
مرتبط. يعني مرتبط؟ يعني في واحدة في حياتك؟ في كذا واحدة في حياتي بس أنا مش مرتبط. يعني ايه؟ مش فاهمة. أنا بكل وضوح وصراحة بعمل علاقات لأسباب مختلفة. في واحدة بعرفها علشان ذكية بتفهم. في واحدة بعرفها علشان مثقفة. في واحدة بعرفها عشان اسمها حلو. في واحدة تانية بعرفها علشان دمها خفيف كده يعني. وعلى كده بقى انت تعرف كام واحدة؟ هو أنا لازم أعدهم؟ تهيألي يعني المفروض تعرف ارتبطت قد ايه. أعد ليه؟ هو انت بجد عمرك ما قابلت واحدة وحبيتها؟ أنا عمري ما عرفت واحدة في حياتي إلا وحبيتها بصراحة. طيب ها ايه؟ قلت إيه؟ قلت ايه في ايه؟ نعمل علاقة. علاقة ايه وابقى واحدة من الحريم بتوعك دول اللي انا مش فاهمة انت بتتكلم ازاي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا مش قادرة استوعب بصراحة يعني. حاجة غريبة. يعني هو حضرتك بقى جايبني من المنيا عشان اجاوب تاني على نفس الاسئله اللي جاوبت عليها 100 مره قبل كده؟ ايوه يا استاذ طارق. عسلية دي محكومه لها ب 10 سنين سنه سجن غيابي ومتهمه في 3 قواضي، نصب واحتيال وتعدد ازواج وسرقه. دي السرقه دي اللي هي سرقه ده بفلوس يا باشا ولا هي سرقه حد تاني؟ ايوه محروس، مش انت عامل لها محضر سرقه؟ طب هو ده المحضر. علي عبد التواب اسماعيل خرج النهارده من السجن، ده المفروض جوز اخت عسلية. لما تعددت الاتهامات حوالين عسلية احنا دورنا عليها هي واختها وللاسف ما لقيناهمش، بس اعتقد علي ده خد كويس ان هو يوصلنا ليهم. حضرتك تقصد ان ممكن عسلية واختها يبقوا على اتصال بيه؟ ممكن طبعا، المساجين بيتكلموا في السجن عادي واحنا كده كده مراقبين علي. يعني انتوا يا باشا راقبتوا المكالمات بتاعت علي دي جوه السجن؟ لا طبعا، لان الاتصالات دي بتبقى غير رسميه واحنا مالناش سيطره عليها. احنا اللي حضرتك بتقوله ده مجرد احتمال. اكيد،
بص يا استاذ طارق، كده كده انت متوصي عليك، والتوصيه دي مكلفاني ان انا اطمنك واقول لك ان القضيه لسه شغاله وما اتقفلتش، واحنا شغالين عليها وبنحاول نوصل لعسليه. طب يا باشا الاستاذ طارق في ناس موصيه عليه، انا محدش موصي عليا، وبقالي 2.5 سنين بيتي مخروب وانتوا لسه ما لقيتوهاش، اعمل ايه؟ استاذ محروس، البلد اللي احنا فيها دي كبيره قوي وزحمه قوي، وزي ما عسليه قدرت تعمل كده في اسكندريه وفي المنيا، اكيد وصلت لناس تانية دلوقتي وبتعمل معاهم نفس اللي حصل معاكم انتوا الاثنين. احنا دلوقتي بنتابع علي وبنتمنى ان احنا نوصل لحاجه. الموضوع متوقف لان يحصل لها حادثه، يحصل اي حاجه توصلنا ليها. الموضوع في الاخر يا جماعه مبني على المصادفه. انا اسف ان انا صريح معاكم. يعني ايه؟ مفيش اي حاجه في ايدينا نعملها؟ ده يا فندم شيك اخر دفعه للمقاول لهام الوجهات ب 20 مليون جنيه. ده بقى يا فندم شيك الدفعه مقدمه لشركه سياره ب 10 مليون جنيه. اتفضل. خلي الاستاذ عبد الحميد يكلم البنك ويسال على الشيك بتاع عمل المقصه دوت وقف. اوكي. وخليه يرد عليا النهارده. حاضر يا فندم. تؤمن بحاجه ثانيه؟ اتفضل. معلش. طلعت ازيك؟ انا كويس. بص انا عايز منك دولارات. 2 مليون على الاقل. لا، ما الحساب الدولاري فاضي. انت هتصرف بقى يا طلعت. يا سيدي خد الكوميشن اللي انت عايزها، المهم الفلوس دي تكون عندي انا الاسبوع اللي جاي بكتير. ميرسي يا طلعت، شكرا، تحياتي. مالك؟ ولا حاجة، مركزة معاك. عندك فلوس كتير ما شاء الله. بقالي ساعة بسمع 10 مليون و20. وانت معاك كام؟ طب انت متخيلة ممكن يبقى معايا قد ايه فلوس يعني؟ انا معرفش. 100 مليون مثلا؟ لا، اكتر من كده شوية، شويتين 3 كمان. طيب أنا عايزة أسألك سؤال. هي الفلوس دي مخلياك مبسوط؟ ده سؤال صعب جدا يا تاريخ. بصي، أنا اتولدت غني. الشركة دي ورثتها عن أبويا، كبرتها. بس أنا عمري ما حسيت إن أنا كنت محتاج الفلوس يعني. بس برضو ما جاوبتش على السؤال. مخلياك انت يعني كشخص من جواك مبسوط؟ معرفش. انا كل اللي انا اعرفه اني مش اي حاجه شخصيه كده بعملها لنفسي مخلياني سعيد. يعني انت مثلا لو معاكي فلوس ممكن تبقي سعيده؟ انا كمان معرفش، لاني اصلا مش فاكره اذا كنت غنيه ولا فقيره. برضه مش عارفه اجاوب على السؤال ده. طب تعالي نجرب حاجه. اطلبي مني اي حاجه، اي حاجه مهما كان ثمنها وانا هنفذها لك، وتعالي نشوف هتبقي سعيده ولا لا. نفسي في ايه؟ نفسي اعيش عيشه ابقى مطمنه ان لو في يوم من الايام صحيت من اللي انا فيه ما تروحش مني.